شايف هتعذروني بقى لما اجي بكلم الفراغ. بعيد عن الانترودكشنز، انا اسمي احمد عادل ضب وعايز احكي لكم حدوته. في احد الكتب كان في طبيب جراح قرر انه يوفق تجارب اللي عاشها في حياته عن طريق انه يخلق على عمليه 4 فئران. الفئران دي كان كل يوم بتصحى من النوم الصبح تروح لمخزن معين اللي فيه جبنه اللي بتبسطهم ويبسطوا فيها وتنتج لهم كل حاجه حلوه في حياتهم. لحد ما في يوم من الايام بيصحوا من النوم ما بيلاقوش الجبنه. كل حد من ال4 فئران دول يقرر يفكر بطريقه مختلفه. الفار الاولاني والثاني يقرروا يطلعوا يجروا بسرعه جدا علشان يروحوا يشوفوا مخزن تاني للجبنه، لان المخزن الاولاني راح اللي راح. الفار الثالث يقعد يفكر طب اقعد ولا امشي؟ مش يمكن مش يمكن المخزن الثاني خطر، مش يمكن المخزن الثاني ما ماليش فيه جبنه، مش يمكن الاقي بره حد ياخدني قلت صعب ولا حاجه. ويجي الفار الاخير يقرر انه لا انا عايز الجبنه بتاعتي. هم لازم يرجعوا لي الجبنه اللي كانت موجوده. انا هفضل ادبدب في الارض زي ما هدبدب لحد ما الجبنه ترجع لي. ال4 دول بيمثلوا في الكتاب اللي كتبه الكاتب سبنسر جونسون تحت عنوان مومو مانشيز، مين اللي حرك شويه الجبنه بتاعتي؟ بيمثلوا 4 ردود افعال للبني ادمين لما يحصل معاهم ايه؟ حاجه كده تشينج بالظبط. خليني بقى اسال حضراتكم بقى، هو انت لما الجبنه بتاعتك بتتشاف، لما بيبقى في اوبورتيونيتي انت بتدور عليها وتروح الانترفيو ما تركزش فيه، بزنس ديل كنت بتسعى له كويس جدا وراح منه، سفريه جامده جدا بس ما جاتش، او حتى وضع راهن، حاجه النهارده كانت موجوده وانت متعود عليها وبسطات ما بقتش موجوده اني مور. to the extent of فقدان لشخص عزيز عليك. انت بتعمل ايه لما الجبنه بتاعتك بتتشاف؟ في حياتنا اليومين دول بقى عندنا فاكتورز كتيره جدا متخبطه ومتغيره بشكل كبير لدرجه ان ما بقاش حد ماشي في حياته كده، الناس كلها بقت ماشيه ايه؟ طالع نازل تحت يمين شمال اوضاع غريبه. من تقلبات اقتصاديه بتحصل في العالم، من مشاكل وجدانيه عند معظم الجيل القديم والجديد، شويه انكزايتي، شويه ديبرشن، شويه خناقات، شويه اهداف ما اتحققتش، شويه فقدان، شويه خذلان، لحد ما بنروح في الاخر خالص لعدم رؤيه واضح لكل واحد فينا. لو انا سالتك انت متوقع، زمان الجماعه بتوع الاتش ار كانوا بيسالوا شايف نفسك فين كمان 5 سنين، صح؟ عارفين انتوا السؤال الشهير ده؟ انت لو عرفت تجاوب لي انت شايف نفسك فين اخر السنه دي اشتغل، صح؟ بس الحاجه الوحيده اللي احنا عارفينها ومتاكدين منها واللي كان الكاتب صمم عليها في الكتاب بشكل كبير جدا ان مفيش حاجه بتبقى على حالها. ان في تغيير هيجي في كل يوم. يا ترى ال4 فئران لما كل واحد فيهم اتحرك بطريقته المختلفه وصلوا فين؟ وانا النهارده لما هيقع عليا التشينج هتصرف زي اي واحد فيهم. كتير مننا بتشوف على السوشيال ميديا صور صحابنا ان هم بيروحوا الجيم وبيعملوا فورمه الساحل، والناس اللي بتكسب فلوس كتير جدا، والناس اللي بتيجي تقول لك لو عملت 5 خطوات عشان الفيديو بتاعك يبقى فايرال وتكسب من بيتك $10,000 في الشهر الواحد، صح؟ ومع انك بتشوف كميه فيديوهات كتيره جدا زي دي، كم واحد هنا بيروح الجيم فعلا؟ طبعا بيقول كده. ما شاء الله، حلو جدا. اقل من 3-4%، صح؟ ليه؟ ليه ما بتتحركش لما احنا بنشوف وعندنا رؤيه واضحه وحقيقيه ان اللي جاي ده احسن؟ اقول لكم على حاجه لذيذه جدا. لو سالت معانا من زمان اسم حضرتك ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. انت ليه قاعد دايما؟ محمد قاعد في مكانه مرتاح، صح؟ قاعد على الكرسي مبسوط. لو انا طلبت منك يا محمد لا انا مش عايزك تقعد على الكرسي ده وعايزك تروح خليك قاعد بس انت راجل محترم والله العظيم مش عليك. تمام؟ ولو طلبت انك تقوم وتروح تطلع في الدور اللي فوق وتقعد في البلكونه. من وجهه نظر ان الرؤيه فوق احلى بكتير. ايه اول فكره هتيجي في بالك؟
واي اول فكره هتيجي في بالك لو طلبت ده من كل واحد، ما توجع دماغي ليه؟ انت هتقعد تقويني، ما انا قاعد ايه؟ تمام صح؟ انا قاعد مرتاح، ما الدنيا تمام. اللي فوق ده احلى من وجهه نظري، وغالبا هيبقى من وجهه نظره. الفيو تحفه بغض النظر ان هو اورجنايزر يا عيني اللي سافر هنا، بس هي الفكره ان هو فوق من وجهه نظره اكيد احلى، الفيو جميل، المنظر حلو، يقدر يبقى عنده اكسس اكتر بكتير. بس عمر ما كانت الفيجن بتاعت الشخص للتطوير هي المحرك الاساسي بتاع الانسان. العلماء في اخر 10 15 سنه عملوا ريسيرشز كتيره جدا على حاجات ليها علاقه بالسيكولوجي، والحاجه اللي بيسموها النيورو ساينس، العلم نفسه بتاع اللي بيشوف الطريقه اللي دماغنا بتمشي بيها والوصلات العصبيه اللي بتحركها. مين يعرف الكاتل اللي بتكون في البيت او اللي بتكون في القهوه او في الكافيه يبقى درجه حرارتها عاليه، درجه حرارتها عاليه لما بتشتغل؟ مين عارف معلومه زي دي؟ كلنا عارفين ده صح؟ ان شاء الله. لما انت بتروح في حد فيكم عارف هذه المعلومه وبناء ومع ذلك هيروح للكاتب يحط ايده عليها؟ لا صح؟ ليه؟ لان في بيزك فانكشن للعقل بتاع كل واحد فينا، دماغ كل واحد فينا، ان هو يبعدنا عن ما يسمى الالم البين ويقربنا مما يسمى البلاجر المتعه. فاي انسان هيروح يلمس الكاتب يحط ايده عليها وهي سخنه فهو غالبا عنده مشكله في البرين فانكشن. ده في بعض الناس بيبقى عندهم بعض الاضطرابات او الامراض بتخليه ممكن يروح بنفسه للمرض، يعور نفسه، يشد في شعره، يعمل شويه حاجات من هذا القبيل. العقل شغلته الاساسيه انه يبعدنا عن الايه؟ الالم. العلماء بقى في الريسيرشز بتاعتهم لقوا ان الالم ده بقى بالذات هو المحرك الاول للانسان انه يخرج من اللي هو فيه. الالم ده وحش، بيعور، مشكله. قال لك والله يا البين طلع هو اكبر حاجه ممكن تخلي الانسان يتحرك من مكانه عشان يروح لحته ثانيه. عندنا في مصر مثلا الشعب لذيذ قوي يقول لك ايه؟ ايه اللي رماك على النار؟ الاجابه كانت ايه؟ العمار منه صح؟ فايه اللي يوريك لخطوه جديده؟ لما الخطوه اللي انت واقف عليها النهارده تطلع امر بكتير من الخطوه الجديده اللي انت رايحها. لو رحت لحضرتك فين؟ اسمك ايه؟ محمد. لو رحت لمحمد وقلت له القعده اللي انت قاعدها ومرتاح فيها دي فيها مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان زميلك احمد مثلا لما قعد مكانك المكان ده مخوف فخده ووقع فيه كان هيتعور. فعشان كده انا عايزك تطلع فوق، اول حاجه هتعملها ايه؟ هيقوم صح؟ ليه؟ لان اللي انا عملته دلوقتي ان انا حسسته ان الوضع الراهن اللي هو كان مرتاح فيه وتمام فيه بيسموه كومبليسنت مود ما بقاش مريح، ده امر بالوضع كده. يعني كنت مثال تاني، مين هنا جرب تجربه العزاله؟ يعزل من بيت لبيت صح؟ تجربه العزاله عامله ايه؟ تقيله قوي صح؟ تقيله. اعرف كتير من صحابي وانا شخصيا لما اجي اعزل من مكان للتاني ده انا ممكن اكون شطبت البيت الجديد وظبطت كل حاجه ونقلت كل حاجه، ولكن اللحظه بقى بتاعت ان انا اتحرك من مكاني القديم للجديد بتيجي امتى؟ بعد وقت صح؟ باخد شويه وقت. ليه؟ لان انا مرتاح في اللي انا فيه، انا اوكي مع اللي انا فيه، انا مش حاسس بالم كده موجود على قد الالم بتاع الجديد. فالدايركشن الاساسي علشان اقدر اتحرك من منطقه واعمل تشينج حقيقي، تغيير، اسيب المكان اللي انا قاعد فيه، المخزن بتاع الجبنه اللي انا كنت فيه اللي جبنته راحت واروح اتحرك في مخزن جديد، هو الشعور بالالم على الوضع الراهن. ساينتفكلي العلماء بيسموا القصه دي الديساتسفاكشن او عدم الاكتفاء. ان الوضع الراهن اللي انا فيه بحس ان انا مش مكتفي فيه كفايه. في تكنيكس كبيره جدا ممكن تحسسنا بعدم الاكتفاء فتكريت ليا، تخلق لي احساس بالالم، فبناء عليه ابقى عايز اعمل زي محمد اقوم من مكاني واشوف لسه هروح اتحرك من مكاني فما كملتش زي ما انا. اولهم ان هي اديكم مثال، مين هنا عنده نايم طبعا شباب صغير بس في برضه فرق اعمار يعني ما شاء الله، مين هنا عنده اولاد في المدرسه؟ ممكن هيدوا يعني مين بقى الولد او بنت اسمهم بنات من ايه؟ سنه كام؟ اسمها ايه؟ جريد 6. حلو جريد 6 اسمها ايه؟ جريد 6 طبعا. اوكي. تمارا بتروح لمامتها في يوم من الايام وتقول لها يا ماما انا جبت 17 من 20 في امتحان معين. تمام؟ ايه الشعور الاولاني اللي ممكن يجي للاب او الام لما يسمع جمله زي كده في امتحان بنظام التعليم الطبيعي بتاعنا؟
ليه ما جبتيش 20 من 20؟ صح؟ وفي ناس ثانيه ممكن تبقى 17 ولا احسن واحد احسن واحده، صح كده؟ طيب خلينا نخلي تمارا تكمل الجمله بتاعتها كويس. ماما انا جبت 17 من 20 على الرغم من ان الفصل كله حتى العباقره اللي فيه جابوا 15. الشعور حصل فيه ايه؟ بدل ليه؟ طب تعالى نكمل. ماما انا جبت 17 من 20 على الرغم من الفصل كله حتى الشباب البنات قفلوا الامتحان. الشعور وقتها هيبقى ايه؟ اللي احنا عملناه دلوقتي هو حاجه اسمها الكومباريزون، المقارنه. انا قارنت نفسي بنفسي وبالاخرين. المقارنات اتظلمت في حياتنا جدا. طول الوقت يقول لك يا ابني خليك في حالك، ما تقارنش نفسك بغيرك. ما تبصش على اللي قدام، اللي بيهتم بامر الاخرين يهتم، ودي مشكله. هو الكومباريزون او المقارنات في الحياه حاجه وحشه لما تكون مع حد مش ند او كير. يعني تخيلوا انا شريك في كذا بزنس وكذا ستارت اب، فلو انا قارنت نفسي بنجيب ساويرس هحس بايه طول الوقت؟ يعني بخبط راسي في الحيط وارجع، اخبط راسي في الحيط وارجع، احس بالاحباط طول الوقت، لان انا طول الوقت بعيد في فرق اجيال، في فرق مسافات. بس لو عايز اقارن نفسي بزميلي في الشغل اللي دخل معايا الشركه واترقى فوقيها 3 درجات من غير تطبيق ولا محسوبيه ولا اي حاجه يعني، واترقى عليا 3 درجات وهو ما عندوش ايد اكتر ولا رجل اكتر مني ولا اتولد جينيوس، دي مقارنه منطقيه. لما هقارن نفسي بزميلي اللي اترقى 3 مرات هبدا احس بايه؟ بالديساتسفاكشن، بعدم الاكتفاء. وقتها في بين اتولد جوايا هيحركني، بل هيخرجني من هذا المستنقع او من الوضع اللي اتغير. خلاص الشركه سرحت موظفين، الديل راح، البنت اللي كنت بدور عليها عشان عايز اتجوزها جاء فري عربي من الخليج وخطبها، اي حاجه عشان اخرج نفسي من الوضع الراهن. الركن الاساسي هو البين. واحده من اقوى الادوات اللي تخلق فيها الديساتسفاكشن ده او تخلق هذا البين هي المقارنات اللي تنفع، المقارنات الصحيه. القصه بتاعت المتاهه بتاعت هوم موف ماي تشيز، الاثنين اللي طلعوا في المتاهه مش الاثنين اللي طلعوا يجروا، كان اسمهم هيم وهارو، اسامي اعتباطيه يعني. هيم كان اللي قال لك انا هقعد مكاني ومش هتحرك ابدا من مكاني وهم لازم يرجعوا لي جدا. انما هارو هو اللي قاعد يفكر شويه اطلع ولا ما اطلعش. وصل لقناعه مهمه جدا ان اللي يخليني اروح للمر اللي هو الامر منه اللي معايا دلوقتي، ان لو ما طلعناش من المتاهه هيحصل لنا ايه؟ ما طلعناش من المغنى هيحصل لنا ايه؟ هنموت. هو قال في الفيلم عمل الكتاب ده اتعمل حاجات كتيره جدا، كان من التوب سيلرز ازاي اتعمل الفيلم. قال له لما خرجناش من المخزن هننقرض. انا خلاص ظهري للحيطه دي. اللي كان موجود كان حلو بس الله يرحمه. ده اللي هيرميني على المر اسعى واجري واروح ادور تاني الامر منه ان هنا اي كانوت افورد، من هنا ظهري يتفتح. ارجع تاني للكلام اللي اتقال في التوك اللي فاتت. ادراكي ان ابقى مدرك، ابقى واعي ان انا دلوقتي ظهري للحيطه هو الخطوه الاولانيه وهتخليني اتحرك لقدام. اقول لكم على اكسرسايز اللي ليه علاقه بموضوع الادراك ده. نعمل سيرفي كده وهناخد دقيقه وهنطلع. كل الناس اللي بتطلع بتعرف تمشي صح؟ كل اللي بيعرف يمشي يرفع ايده كده بس معلش تاكد ان شاء الله. تمام؟ عظيم زي الفل. السؤال بيقول هو احنا بنمشي على المشط ولا على الكعب؟ اللي بيقول على المشط يرفع ايده بسرعه؟ لا انا عايز حاجه واحده، اللي بيقول على المشط يلا. ما شاء الله تيجي 2 3 4 5 10 15 ناس كتير. على الرغم من اننا الواقع احنا مش هنكعب. هو اي حد بيجي بخط كده بخط كده اصلي ولا بخط كده؟ خط هكعب صح؟ وعشان كده الناس اللي عملت الجزم مخليها النعل ماله كبير كوباريس. اول حاجه خد الضغط واكتر حاجه خد الخضار يعني سبحان. خلاص بقى خلينا ناخد الاكزامبل الحقيقي. احنا بقى بنجري على المشط ولا الكعب؟ اللي بيقول بجري على المشط يرفع ايده يبقى ما شاء الله جميل زي كده صح كده. وبالظبط زي ما حضراتكم قلتوا احنا فعلا بنجري على الكعب بعد كده. تمام؟ مين فيكم بيجري على مشط رجل؟ حد بيجري كده؟ ده كان احمد زكي بس في الفيلم بتاع النمر الاسود، مفيش حد تاني ده. بس دي كانت قلبت الخلفيه. احنا بنجري على الكعب.
ده ايفن البروفيشنال اثليتس، الناس اللي بتجري فعلا في سباقات، يجري على بطن الرجل، ينزل هنا كده على بطن رجله وبعد كده بيدوس على المشط. فده فرق شاسع ما بين انا عارف ان انا بجري على المشط وان انا مدرك ان انا بجري على الكعب. بيجي العلماء يعرفوا الفرق ما بين المعرفه والادراك او الوعي. المعرفه هي اي نو اي دو، انا عارف ان انا بعمل الحاجه، لكن الادراك اي نو هاو اي دو. قعدت شويه عملت ريفلكشن لمده ثواني فكرت في الحاجه دي بعملها ازاي. النهارده الوظيفه اللي مسيطره عليا ومخربشاني وجايبه لي اكتئاب ومراره ومتلخبط منها فلوس كويسه، بس انا موجود عشان ما ازعلش قدامي. محتاج تدرك ان الوظيفه دي عامله فيها مشكله. النهارده السكولرشيب اللي عايز اقدم فيها في البلد الفلانيه اللي محتاجه مني مجهود وشغل وديديكيشن للوقت، بس انا بقول لا انا مشغول وما عنديش وقت. دي لحظه ادراك. فانا محتاج ادرك اصلا ان انا دلوقتي ظهري للحيطه. ولو عرفت ان ظهري للحيطه فديس از ا مومنت اخلق فيها ديساتسفاكشن. لو خلقت الديساتسفاكشن هحس بالبين. لو حسيت بالبين بنسبه كبيره جدا هتحرك من المكان اللي انا موجود فيه النهارده. فهرجع تاني واسال حضرتك، لما الجبنه بتاعت كل واحد فيكم تتشال من المخزن بتاعه هيعمل ايه؟ شكرا.